قال يا رسول الله أتصلي على زانية؟ أتصلي على زانية؟ قال يا عمر يا عمر يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إياك أن تستعظم هذه الذنوب فإن الله يغفر الذنوب. يا من تجلس على جوالك وتنظر إلى الحرام، أما علمت أن الله رقيب؟ يا من تستتر عن أعين الناس ولا تستتر عن رب الناس، أما علمت أن الله رقيب؟ يا من يجلس على جواله رجال متزوجون يراسلون النساء والبنات ويعبثون بأعراض الناس على جوالاتهم بالرسائل، ولله الشكوى، يعبث بأعراض الناس. أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ والله إن العبث بأعراض الناس دين. هل من توبة تخلو بنفسك وتغلق على نفسك الباب وتجلس على الجوال وتظن أن ربك ورب الجوال لا يراك؟ والله يراك وينظر إليك. لذلك قال النبي عند ابن ماجه من حديث ثوبان، قال النبي يا الله ما أعظمه من حديث. اسمع بربك. وأختم الخطبة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان، قال النبي لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، وهي جبال عظيمة كبيرة، حسنات كبيرة كالجبال. قال يأتون بحسنات كجبال تهامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها الله هباء منثورا. يا رب سلم، يا رب عفوك. قال ثوبان قلت يا رسول الله صفهم لنا. أعوذ بالله، من هؤلاء؟ انظر، أنا لا أتكلم عن العصاة، هذا الحديث لا يتكلم عن العصاة وإنما يتكلم، اسمع عن من. قال يا رسول الله صفهم لنا. قال النبي إنهم من جلدتكم، من جلدتكم، من بني آدم ومن إخوانكم. قال النبي ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل عباد زهاد، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا، إذا أغلق على نفسه الباب وأغلق على نفسه الستار ويظن أن زوجته لا تراه، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله أي بالحرام انتهكوها. نظرا للحرام مقطع إباحي ورقص وغناء ورسائل محرمة. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم سلم، اللهم سلم. رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمة الله التي لا بد أن يشكر جل في علاه عليها أنه ماذا؟ أنه يقبل التوبة من المذنب. اللهم تب علينا. الله يتودد إليك أيها العاصي وكلنا عصى. ربك يقول يا ابن آدم، نداء من الملك، يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ما لكم يا أيها الناس، ما لكم في زمن قد كثر فيه الفتن والشهوات؟ ربك رحيم. اسمع بربك ما رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي، فقال يا رب اغفر لي، فقال الله جل في علاه أذنب عبدي ذنبا، وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم تكرر هذا الذنب من هذا العبد، وتكررت التوبة مرارا وتكرارا، حتى قال ربنا جل في علاه أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم يقول الله لهذا العبد يا عبدي يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. أهذا رب يعصى؟ أهذا رب يعصى؟ لا والله، لا والله، ربك غفور، ربك رحيم. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي لا تيأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث صفوان قال إن من قبل المغرب لبابا، إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما، وفي لفظ 70 عاما، وهذا اللفظ أنه 70 عاما حكم عليه إمام الدنيا الألباني بالشذوذ. قال إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما. قال فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. تب ما دامت أنفاسك بجسدك فتب. إياك أن تستعظم هذا الذنب. بعض الناس يقع بالذنوب ويظن أنها عظيمة. لا لا، الله عز وجل يغفر الذنوب، الله رحيم. في صحيح مسلم أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني زنيت وإني حبلى من الزنا. زانية وفي بطنها غلام تريد التوبة. قالت يا رسول الله أقم علي الحد، أقم علي الحد، ذنب عظيم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي هذا الحمل ثم ارجعي. رجعت هذه المرأة وعادت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت هذا الحمل، وجاءت والغلام معها، فقالت يا رسول الله إني زنيت وهذا غلامي من الزنا، أقم علي الحد. قال لها ارجعي حتى يفطم هذا الغلام. ذهبت المرأة ورجعت المرأة، وفي يد الطفل كسرة خبز لكي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فطم من لبنها. قالت يا رسول الله أقم علي الحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، أراد أن يقيم عليها الرجم، أراد أن يقيم عليها الرجم. الرجم الذي ضاع اليوم، ولو طبق هذا الرجم لما تجرأ الزناة على الزنا. طفلة لم تتجاوز 5 سنين يزن بها ويهتك بعرضها، ما بال القوم؟ والله لو طبق هذا الحد لما رأينا الزناة في الطرقات يزنون. ويخرج علينا داعية فتنة يطعن بالرجم وينكر الرجم. ما بال الأمة اليوم؟ هذا يطعن بالرجم، وهذا يطعن بالقرآن، وهذا يطعن بالسنة، وهذا وهذا وهذا، وأعداء الله يعبثون بنا ويلعبون بنا، والله أعلم بالمآل. قالت يا رسول الله أقم علي الحد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. رجمت، ثم بعدما رجمت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها. قام عمر قال يا رسول الله أتصلي على زانية؟ أتصلي على زانية؟ قال يا عمر يا عمر يا
عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إياك أن تستعظم هذه الذنوب فإن الله يغفر الذنوب. بالله عليك اعزم على التوبة الآن، اندم واستغفر ورد الحقوق إلى أهلها، فإن علم الله من قلبك الصدق فإن هذه السيئات سوف يبدلها الله إلى حسنات. وليس من كلامي وليس من كيسي، وإنما من كلام ربنا جل في علاه القائل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هل من توبة؟ بقلبك الآن تب إلى ربك. ما لك يا أمة الإسلام؟ ما لكم منكبون على الدنيا اللعينة التي لعنها رسول الله، دنيا دنيئة وذليلة وحقيرة، والله إنا منها راحلون، والله راحلون. يقول النبي عند أحمد في المسند قال النبي يقسم، قال ابن تيمية ولا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمر عظيم، قال النبي والله لتموتن كما تنامون، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. إنها لجنة أبدا. أسألك بربك ألا تستحق الجنة أن نتوب؟ ألا تستحق الجنة أن نتوب؟